السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم بقى النهارده ايه، نستف المطبخ مع بعض. لان المطبخ بقالي كتير كتير يعني ما ستفتوش وكده. كل يوم بغسل مواعين واحط مواعين واطبخ واعمل، والوقت عندي بصراحة ضيق، فالخزنة بتاعتي دي كانت مكركبة خالص. فايه، يلا بقى بينا يا اخواتي حبايبي، يا احلى اخوات في الدنيا كلها والله. هعمل معاكم بقى ايه الخزنة دي ونستفها كده مع بعض، وتقولوا لي ايه رأيكم بقى. الخزنة كانت بصراحة مكركبة كركبة السنين، فهنعملها بقى مع بعض. هنشتغل بقى المواعين كلها نطلعها كده. آه، المواعين اللي في الخزنة أنا غسلاها ومنشفاها يعني وكده. فبس بقى ايه، أنا بقى عشان الوقت عندي ضيق وكده بجيب واشيل واحط كده، والعيال كمان بيشتروا برضك وياخدوا كده ويحطوا يعني. بيجي لها كده وقت ان هي تتكركب، فلازم كل فترة والتانية ابص عليها يعني وكده، واستفها وارتبها. لو في حلة مثلا ما فيهاش غطاها وكده بحط عليها غطاها وارتبها، تبقى كل حاجة مترتبة وبنظام. اطلع كل الحلل كلها كده بره، واحط بقى كل حلة غطاها. والصواني احط طبعا كل صينية بقى مع التانية، امسك الصواني حسب المقاسات احطها كده ببعضها، علشان يبقى معروف يعني مكانهم وكده. اما اجي احتاج صواني ما اقعدش بقى ايه، ادور بقى واكركب الدنيا تاني، وعشان ان انا مثلا اجيب صينية اطلع كل اللي في الخزنة بره وكده لا، فانا امسك كل حاجة ارتبها كده مع بعضها. عايزة برضو ان شاء الله في يوم هعمل لكم كده بقى جولة في المطبخ واوريكم بقى المطبخ بتاعي. انتوا طبعا كلكم عارفينه وشايفينه وشايفيني وانا يعني على طول وانا واقفة في المطبخ على طول. الايام دي طبعا احنا مشغولين كتير بصراحة، وانا كمان مشغولة لان في تغيرات حصلت عندي في الشغل وكده. المواعيد عندي بقى يعني ما عادتش زي الاول. فالوقت عندي بصراحة بيبقى ضيق، كل حاجة بعملها كده جري في جري. بس انت عارفين طبعا ايه، ان ربنا البركة في الوقت وفي كل حاجة طبعا من عند ربنا. ربنا يا رب يبارك لي كده في الوقت، ويبارك لكم يا رب في الوقت كده ويعني ويعينكم يا رب، اللهم امين. إيه ف يعني ايه، كل يوم بعمل حاجة كده يعني. انا مثلا الروتين بتاع كل يوم بقى اللي هو الطبيخ والغسيل وترويق الشقة والشغل وكده، فلازم بقى معاه حاجة مثلا جديدة، يعني حاجة ما بتتعملش كل يوم، لا بتتعمل كل فترة. علشان انا بقول لكم ان انا بنظم وقتي ازاي، عشان انتوا كمان تستفيدوا وتنظموا ايه وقتكم. احلى بنات والله، واحلى اخوات في الدنيا كلها. يعني مثلا النهارده انا طبخه ومخلصه ومروقه ومظبطه الدنيا، فقمت قايله بقى ايه، الخزنه المطبخ مكركبه همسكها رتبه. في يوم برضو اكون الدولاب بتاعي عايز برضك يترتب، لان انا بطبق الهدوم وساعات البنات بيطبقوا، فلازم برضو كل فتره امسك الدولاب بقى انكت كل اللي فيه وارجع اطبق بقى من اول وجديد واستفه برضك تاني واروقه تروقه كده محترمه. ف يعني كل يوم اعمل حاجة عشان الوقت ما يبقاش ضيق عندي، والدنيا تبقى مكركبة عندي وازنق نفسي في الوقت. لا، كل يوم بعمل حاجة من اللي هي يعني مش بتتعمل كل يوم، لا اللي هي بتتعمل كل فترة، فبعملها ايه مع الشغل اليومي يعني وكده. انا بشكركم كتير كتير، احلى اخوات احلى اخوات والله بجد في الدنيا كلها. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم لي يا رب، وما نحرم منكم ابدا. اخواتي اللي هم معايا في القناة وبيكتبوا لي تعليقات حلوة ايجابية بتشجعني وبيخافوا عليا. انتوا بجد احلى اخوات والله، ربنا يخليكم لي يا رب وما نحرم منكم ابدا. وهستنى تعليقاتكم بقى تحت الفيديو، علشان تشجعوني كده وتقولوا لي بقى رأيكم ان احنا نطور في القناة ازاي، وعايزين الفيديوهات تبقى عن ايه. والفيديو عجبكم ولا لا؟ او لو الفيديو عجبكم تحطوا لي لايك، الفيديو ما عجبكوش برضه تحطوا لي لايك، مش هتخسروا اي حاجة.
ربنا يا رب يرزقني ويرزقكم يا رب، اللهم امين. انتوا عارفين ان انا فاتحه القناه مصدر رزق، فبتمنى منكم الدعم، ان انتوا تحطوا لي لايك وتسيبوا لي تعليق حلو منكم يشجعني. وبشكر اخواتي وحبايبي اللي هما منتسبين معايا في القناه. انتوا بجد اخواتي واقفين معايا، واقفين جنبي. ربنا يا رب يخليكم ليا، ويجعل الدعم بتاعكم في ميزان حسناتكم يا رب، اللهم امين. احلى اخوات والله في الدنيا كلها. وانا اتشرفت بكم والله، وببقى مبسوطه ان عيلتي بتكبر على القناه. طبعا الناس اللي هي بتكتب بقى كومنتات يعني ما تعجبناش وكده، طبعا التعليق بيتمسح. فانتوا هتستفيدوا ايه؟ الكلمة يعني الكلمة الطيبة صدقة يا جماعة، فانتوا ما تطلعوش من بقكم الا الكلمة الحلوة، زي ما انا كده بطلع لكم بكل طاقة حب كده وطاقة ايجابية. فانتوا برضك كده ايه، ما يطلعش يعني ليا او لغيري، لان بصوا حبوا بعض وصفوا نيتكم لبعض، لان والله الدنيا محدش واخد من الدنيا حاجة الا الكلمة الحلوة والعمل الصالح. ربنا يا رب يخليكم لي. آه، البت سوسو بنتي عمالة بقى قاعدة جنبي، يا ماما أنا خلصي عايزة تتفرج، متابعة مسلسل هندي بتحبه أوي. بتقعد بقى تقول له طلقني يا مهند، طلق سوسو، المسلسل ده فيه مهند اوعى اتعلم. آه، سوسو بصراحة شاطرة قوي، وهي اللي غسل المواعين النهاردة بصراحة، عشان ما بقاش كداب. اما بيكون لها مزاج بتعمل، بصوا واصلة الحوض ومروقة الدنيا، يعني بصوا الدنيا بصراحة كده بتلمع، بس لما يكون لها مزاج ومزاجها رايق. انما لو انا بغصب عليها مش بترضى تعمل حاجة. بصراحة انا مش بغصب على ولادي يعملوا اي حاجة، لا يعني براحتهم، اللي ما يتعملش النهاردة يتعمل بكرة، لان انا بصراحة انا بحب الهدوء وبحب الروقان والله. مش بحب ان انا يعني اكركب الدنيا او احمل ولادي فوق منطقتهم. بكرة اللي يعني المثل بيقولوا اللي اهله ما يعلموهوش بكرة تعلموا الايام والليالي. وبعدين ما فيش حد بيكبر وبيتعلم كل حاجة. احنا بنفضل طول عمرنا، طول ما احنا عايشين بنتعلم. وطول ما احنا في الحياة بنتعلم. كده كده العيال بتتعلم، وكده كده الصغير بيكبر، وكده كده الأيام بتعلم أحسن من أي حاجة. وبرضه بسم الله ما شاء الله، أنا بناتي شطار شطار ونضاف، لأن هم طالعين أنا معودهم من صغرهم على النظام بصراحة. آه، يعني طالعين بيحبوا النظام والهدوء زي. هنا بقى بوريكم بقى الخزنة بتاعتي دي، فيها اللي هي الحاجات اللي انا بستعملها على طول، مثلا لو الضيوف جم، لو حد جه. هنا بقى الكوبايات والحاجات اللي انا بستعملها، العلب مثلا بتاعت التلاجة اللي بحط فيها اكل هيبات يعني وكده، اعمل كده فحطها هنا في خزنة المطبخ دي. عايزة برضك تتروق يوم، لانها عايزة تتروق بنظام، لان كل اللي فيها كوبايات ازاز وكده، فعايزة لها كده يوم لوحدها. انا قلت اخد لكم كده جولة سريعة في المطبخ يعني، ولسه برضه هعمل لكم فيديو حلو قوي بقى الجولة في هنا الخزنة دي فيها الخزين، بس للاسف الخزين مش خزين، الخزين في ده خلص. فهنا بقى بوريكم الخزنة المواعين اللي انا ستفتها وكده، خلاص الدنيا رايقة. والرخامة بتاعتي لازم الرخامة ما نمشي الا الرخامة بتاعتي، بصوا ما عليهاش اي حاجة، مش بحب الكركبة بقى. والبنات اللي هي تقعد تجيب حاجات وترصها على الرخامة ومش عارفة ايه، لا انا بحب الهدوء كده، وبحب اما الاقي الدنيا فاضية حواليا، بحس ان الدنيا رايقة كده، وبحس بهدوء وسلام نفسي. بحبكم كتير كتير كتير، وحبوا بعض وحبوا اولادكم ودلعوا اولادكم، لان